واش سر فقدان الوزن كاين في الماكلة الصحية ولا في السعرات الحرارية؟ اليوم غادي نجاوبوا على أكثر سؤال كيتلفوا فيه الناس وكيتوضروا وما كيعرفوش شنو هو الجواب الصحيح. ولكن قبل بغيت نقول لكم تابوناو في لاشين، ديروا جيم كومونتير باش يوصلكم كاع الجديد اللي غندير، وان شاء الله باذن الله يعجبكم هذا الفيديو. السلام عليكم. بزاف ديال الناس عندهم خلط ما بين الطرق او التقنيات اللي خاص الانسان يتبعها باش يفقد الوزن. قبل ما نبداو خاصنا نفهموا كيفاش الجسم ديال الانسان كيخدم. حنا دايرين بحالنا بحال جميع المخلوقات اللي كاينه في هذا الكون، كنحتاجوا الانرجي، طاقه. ديك الطاقه كتجينا عن طريق المصادر الغذائيه اللي كناكلوها، بروتينات، سكريات ودهنيات. في كل غرام من هاد البروتينات والسكريات والدهنيات كاين واحد العدد ديال السعرات الحراريه، الانرجي او الطاقه اللي كاينه في هذيك الماكله. بالنسبه للبروتينات كتكون عندنا 4 ديال السعرات الحراريه لكل غرام، السكريات كذلك نفس الشيء، والدهنيات تقريبا مدوبله ب9 ديال السعرات الحراريه في كل غرام. اذا قبل ما انايا نبدا نفكر باش انني نفقد الوزن ولا نقص من الوزن ديالي ولا نحيد الدهون، خاصني نفهم هذا البرانسيب، هذا الاساس، هذا هو الارضيه علاش كتبنى فقدان الوزن وتغيير الجسم اون جينيرال. الوغ انسان باغي يفقد الوزن باغ اكزومبل، اول حاجه خصو يديرها يعبر راسو مع الصباح بكري باش يكون يلاه فايق وداير لي طواليت ديالو بجوج. علاش؟ حيت اي حاجه كتبقى في الجسم ديالك كتاثر في الوزن واوتوماتيكمون غتبان بحال راك اتقل. ثاني حاجه ما ياكل حتى شي حاجه في الصباح، يبقى على الجوع. ثالث حاجه يحاول ما امكن يكون لابس حوايج خفاف، والا ما كانش ديك الساعه لابس حوايج خفاف فخصو يحيدهم حيت هما كيزيدوا الوزن. ومن الاحسن الانسان يشري الميزان ديالو باش يبقى عنده في الدار ويتعبر به باي ايطا بغا كيف ما كان، لابس حوايج خفاف ولا ما لابسش حوايج بتاتا. من مورا ما كتعرف الوزن ديالك، اول حاجه اللي خاصك دير كتقلب في الانترنت على ابليكاسيون اللي كتحسب السعرات الحراريه. كاينين بزاف ديال لي زابليكاسيون ولي سيت، مواقع اللي كتدخل ليهم كتعمر واحد البيانات وكيعطيوك كل نهار شحال كتحتاج ديال السعرات الحراريه. هاد السعرات الحراريه كيتحكموا فيهم 4 الاشياء. اول وحده وهي الوزن، ثاني وحده السن، ثالث وحده طول، ورابع وحده مدى النشاط ديالك خلال الاسبوع. فاش كتدخل لهداك السيت كتعمر دوك البيانات. انا غنخلي لكم واحد من السيتات اللي انا كنستخدمهم وزوين صراحه. كتعمر الوزن ديالك، السن ديالك، والطول ديالك، والجنس ديالك واش ذكر او انثى، حتى هذه هي كتشكل واحد الفرق. وكتعمر شحال من مره كتريني في الاسبوع. كنتي ما كترينيش كاع كتسيليكسيونيها مره، كتسيليكسيونيها 3 المرات، 5 المرات، نوعيه التدريب، واش تدريب قاسي ولا تدريب عادي ولا تدريب متوسط. هادشي كامل كيلعب دور. مزيان درتي دوك البيانات كدير كالكولي ولا حساب وكيعطيك واحد لو طو ديال السعرات الحراريه. كيعطيك ارقام متعدده. الرقم الاول الا بغيتي تبقى في الوزن ديالك، الرقم الثاني الا بغيت تخسر مثلا 250 غرام كل اسبوع، الرقم الثالث الا بغيتي تخسر 500 غرام كل اسبوع، والرقم الاخير الا بغيتي تخسر 750 غرام كل اسبوع. وبالطبع كل ما نقصتي من دوك العدد ديال السعرات الحراريه كل ما غادي يكون عندك الحرق اكثر، ولا الجسم ديالك غادي يحتاج الانرجي بشكل كبير وغادي يبدا يحرق من المصادر ديال الطاقه اللي عنده. لحد الان مزيان. دابا ملي عرفنا شحال ديال السعرات الحراريه اللي خاصنا كل نهار، خاصنا نفهموا كيفاش كيخدم الجسم ملي كنبداو نعطيوه هاد السعرات. الجسم ديالنا الله عز وجل خلقه بواحد الطريقه اللي هي ذكيه بزاف. كيعرف راسو شحال غادي يخصو ديال الانرجي كل نهار اولا الطاقه، كياخذها من ديك الماكله اللي انت كتاكل كل نهار، واي فائض كيف ما كان كيشدو كيحولوا لدهون وكيخزنوا في الجسم. ملي كيحولوا لدهون وكيخزنوا في الجسم كيخليه كريزيرف. علاش؟ حيت عبر التاريخ البشري دازت من بزاف ديال المجاعات، يعني التركيبه الجينيه ديال الانسان تغيرات، ولا الانسان كيحاول يقلب على البقاء بشكل كبير، يعني حتى الجسم ديالو ولا كيقلب على البقاء، ولا بالانجليزيه سرفايفل مود. هاد السرفايفل مود باش ولا كيديروا بانه كيخزن الدهون في الجسم. انت ولا انت
فاش كتكونوا تاكلوا اكثر من الاحتياج ديالكم، الجسم كياخذ داكشي اللي كيحتاج وما تبقى كيحولوا لدهون وكيخزنها. داكشي علاش كنبداو نغلاضوا وكنبداو نكبروا في الحجم، حيت من عند الله عز وجل طبيعيا الحجم اللي كيستغلوه العضلات في الجسم اقل بكثير من الحجم اللي كيستغلوه الدهون. غنخلي لكم اكزومبل في الفيديو. كيلو ديال الميسكل صغير بزاف بالمقارنه مع كيلو ديال الشحمه. راه الا شتي كيلو ديال الشحمه راه تخلعك، وراه باينه شحال ديال ليسباس غتشد ليك. مزيان، ملي كتحسب السعرات الحراريه اللي هما غتحتاجهم نتايا في النهار ديالك، وكتختار اين اوبشن غتمشي معاها ولا اين اختيار غتمشي معاه على حساب القدرات وعلى حساب مدى التمرس ديالك، كنتي مولف هذا الشيء، راه ماشي مشكل دير واحد العجز في السعرات الحراريه اللي هو يكون طالع. ما كنتيش مولف، كتبدا بابسط الامور واسهل الامور. كول غير على قد الاحتياج اللي غادي يحتاجو الجسم ديالك، وبطبيعه الحال كاع داكشي اللي عندك شيء راه غادي يمشي مع الوقت. ثاني حاجه، اختاريتي انه دير واحد العجز ديال 250 سعره حراريه ولا تخسر 250 غرام في الاسبوع. ملي انت كتبدا تاكل بهذاك العجز ولا داك النقص ديال السعرات الحراريه اللي كيحتاجو الجسم ديالك، الجسم كيدخل في واحد الحاله ديال بانيك مود، بحال كيتلف ولا كيتخربق ولا كيترون. هادشي غير في البدايات، 5 ايام حتى السيمانه الاولى كيبدا يقلب شنو يدير. من بعد ملي انت كتبقى تعطيه نفس العدد ديال السعرات الحراريه اللي هو حددتيها ليه كل نهار، كيبدا يقلب على مصادر اخرى ديال الطاقه باش انه يلبي دوك الرغبات ديالك في التحرك، في التفكير، في ممارسه الرياضه، في التعليم، في الخدمه، اي حاجه. كيبدا ياخذ من المخزون ديال الدهون اللي عنده هو ديجا مخبيه في جميع اعضاء الجسم، وكيبدا يحرقه ويحولوا لطاقه ويستخدموا باش انك انت تتحرك وتخدم ودير داكشي المولف كديرو كل نهار. ملي كتواكب على هاد النظام الغذائي ولا على هذا النظام ديال العجز في السعرات الحراريه، نهار من ورا نهار، سيمانه من ورا سيمانه، شهر من ورا شهر، كيبدا يبان لك التغيير. ولكن هذا التغيير راه عنده ضوابط باش ما نبقاوش نخربقوا الامور، وملي ما يخرجش لينا الحساب هو هذاك نتصدموا. ملي انت اولا انت كتبع داك النظام الغذائي وكتبدا تاكل سعرات حراريه اقل من داكشي اللي كتحتاج، طبيعه الحال ملي غتبقى تعبر كل نهار غيبان لك الوزن كينقص. ولكن حنا ما كنبازيوش على العبارات اليوميه، كنبازيو على العبارات الاسبوعيه. انا نشرح لكم. عندنا سيدي من الاثنين حتى للحد، فقط اثنين، ثلاث، الاربع، الخميس، الجمعه، السبت، الحد، كلهم تعبرت فيهم. فين ما كانت تعبر كنقيد داك العبار في شي ورقه ولا كارني ولا في التليفون. فاش كيسالي الاسبوع كنشد كاع دوك العبارات من الاثنين حتى للحد، كنجمعهم كلهم وكنقسمهم على 7. ديك الساعه عاد كيكون عندي المتوسط ديال الوزن اللي كان فيه الجسم ديالي في داك الاسبوع كامل. علاش كنديروا بحال هكا؟ حيت الجسم من عند الله، هو وكانتو وداكشي اللي كيبان ليه كيوقعوا فيه واحد كيف ما كيتسموا بالانجليزيه fluctuations. شنو هما fluctuations؟ هي الوزن كيطلع ويهبط ويطلع ويهبط ويتستابيليزا واحد المده ويهبط بواحد الشكل اللي هو حاد ويطلع بواحد الشكل اللي هو حاد. واخا تكون انت ملتزم بالغذاء، بالنظام الغذائي ديالك، راه ماشي غير حيت كتلتزم بالنظام الغذائي ديالك 100% يبقى الوزن ديالك، لا. بعض المرات ستريس كيرفع من الهرمون ديال الكورتيزول في الدم، والهرمون ديال الكورتيزول كيخليك تشد الماء اكثر. يعني الماء اللي كتشربه ما كيبقاش يخرج منك بطريقه طبيعيه، الجسم ديالك كيبدا يشدو، وملي كيشدو غتفيق مع الصباح، غتعبر، غتلقى راسك زين. وكاين بزاف ديال العوامل الاخرى بحال قله النوم، بحال الستريس، بحال الحراره، بحال التعب، بحال المرض. هادشي كلشي كيلعب دور. داكشي علاش باش انا كنبقى في السيف زون وما كنتصيدش فهاديك الخدمه كامله اللي درت، كنبقى نحسب الوزن ديالي كل اسبوع، نتعبر من الاثنين حتى للحد، نجمع كل شيء نقسمو على 7 الايام، غيعطيني المتوسط. ملي كيعطيني المتوسط كندخلو عاوتاني في هذاك السيت ولا ديك لابليكاسيون، كندخل السن ديالي، الطول ديالي، الجسم، الجنس ديالي، ومدى الحركيه ديالي في الاسبوع، كيعطيني الحساب جديد وكنبقى خدام عليه في هذيك السيمانه. كتسالي السيمانه وكنبقى نعاود في نفس لا بروسيدور حتى كنلقى راسي دازت واحد 4 شهور 5 شهور وانا شاد هذا الريجيم، وكاع داك الوزن اللي ما كنتش باغيه كينقص. للاشاره راه هادشي اللي كدير فيه دابا انت ديال النظام الغذائي وكيفاش انك كتقابل السعرات الحراريه وكيفاش انك كتبقى تحسب الوزن ديالك، هو الاداه رقم 1 باش انك تنقص الوزن ديالك.
ماشي السبور، ماشي الحمام، ماشي السونا، ماشي مواد ديال انقاص الوزن، حتى شي حاجه من هذا الشيء. نيميرو 1 باش انك تنقص من الوزن هي الحميه الغذائيه. والحميه الغذائيه ماشي هي العذاب والجوع وتمارا كحله، لا، خاصك تخدم بذكاء. عندي واحد الرقم ديال السعرات الحراريه، مثلا 2700 بالنسبه للرجاله. بالنسبه للعائلات كتكون اقل، حيت هما ماشي بحال الرجاله، الجسم ديالهم ما كيقدرش يحرك سعرات حراريه بشكل كبير بحال الرجاله. عندي نفرض 2700 سعره حراريه. هذيك 2700 سعره حراريه خاصني نقسمها على الماكرو نيوترينتس، ولا العناصر الغذائيه اللي قلناهم في البدايه: البروتين، الكربوهيدرات والدهنيات. انا كواحد الشخص اللي ما كنتريني ما والو، انسان عادي جدا، كيفاش غنعرف شحال خاصني ديال البروتينات وشحال خاصني ديال السكريات وشحال خاصني ديال الدهنيات؟ لا ميثود اللي تبعتها انا صراحه ونفعاتني شنو هي؟ كنبدا بالبروتينات. الا كنت كنتريني وعندي واحد السيستيم ديال لونطرينمون اللي هو قاسي، وكنضرب تماره وكنفيق فيه لي كورباتور، دوك الالام ديال العضلات من مورا السبور، فانا خاصني على الاقل 2 الغرامات لكل كيلوغرام. مثال: الا عندي مثلا في الوزن ديالي 100 كيلو، وانا باغي نقص الوزن ولكن كنضرب تماره غير هو فيا الشحمه، كنشد ديك 100 كيلو كنضربها في جوج، هي 200 غرام. 200 غرام ديال البروتين راه ماشي هي 200 غرام ديال صدر الدجاج، ولا 200 غرام ديال الحوت، ولا 200 غرام ديال اللحم، لا، 200 غرام من مورا ما تهضم داكشي كامل اللي كليتيه. متفقين معايا؟ الماكله كناكلوها ملي كنهضموها، هذوك الوجبات كامل اللي دخلتها طول النهار خاصهم كلهم يجمعوا ليا 200 غرام. كيفاش غندير ليها؟ مثلا عندي مع الصباح ناكل 5 البيضات، 30 غرام ديال البروتين، نشرب نص لتر ديال الحليب، 15 غرام ديال البروتين، ناكل 100 غرام ديال الدجاج، 30 غرام ديال البروتين، 30 و30 60 على 15 هي 75، وكنبقى غادي حتى كنوصل لذاك الاحتياج ديالي. هادو بالنسبه للناس 200 غرام، الناس اللي هما دي زاتليت وعندهم الماده باش انهم يديروا هذا الشيء. بالنسبه للناس اللي هما عاديين، فراه كنقول والعلم عند الله، نص غرام حتى الغرام ديال البروتين لكل كيلوغرام. يعني عاوتاني فيا 100 كيلو، الا قادر نوفر غير مثلا 50 غرام ديال البروتين كل نهار، مزيان. قادر نوفر 100 غرام ديال البروتين حتى هي مزيان، النص على الاقل، حيت نتوما ما غتكونش عندكم واحد الكتله عضليه اللي هي كبيره، اكثر ما غيكون عندك الشحمه طاغيه، وما حدك انت كتنقص في هذيك الشحمه، الوزن ديالك كينقص، حتى الاحتياج ديالك غادي ينقص. مزيان، غنوفر ديك 100 غرام. 100 غرام ديال البروتين قلنا حنايا كل غرام ديال البروتين فيه 4 سعرات حراريه. الا ضربنا 100 في 4 غتعطيني 400 سعره. ديك 2700 اللي دوينا عليها غنقص منها واحد 400 ديال الكالوريز. شحال ولات؟ هي 2300. 2300 غندوز لثاني عنصر اللي هو بالنسبه لي انا مهم، وهو الدهنيات. واش من دهنيات؟ ماشي كيتش لاصوص ديال المايونيز، ماشي الزيت الروميه، ماشي الزبده ديال الروميه، ماشي الزبده ديال الحلوى، لا، العناصر المهمة جدا والصحية جدا في الدهون هي الدهون الصحية. منين كتجي؟ كتجيني من زيت العود، كتجيني من الزبدة بلدية اللي مصوبة بالحليب، كتجيني من زيت الافوكادو بالنسبة للناس اللي عندهم الامكانيات وقادرين يشريو هذا الشيء، كتجيني من الدهون اللي كاينة في اللحم، كتجيني من الدهون اللي كاينة في الاسماك، كتجيني من هذوك المكسرات. كاينين بزاف اشتي اي حاجه خالقها ربي طبيعيه، ما معدله، ما مصنعه، ما عليها اضافات، ما حتى شي حاجه، كونسوميها وانت مرتاح، حيت اي حاجه فيها راه غتنفعك. الدهون الصحيه الاكثر شيوعا ما بيننا حنايا المغاربه: زيت العود، الزبده بلديه اللي كتصاوب بالحليب، والصفر ديال البيض. هادو ثلاثه طوب. وبطبيعه الحال الزيت اللي كيكون في الحوت، مثلا السردين، السومون، كاع الحيتان اللي كيكونوا غنيين بالدهون، بالاخص الحيتان اللي هي كحله، ماشي البيضه. البيضه كيكون فيها نسبه الدهون قليله، الكحله بزاف. الوغ نرجعوا للاحتياج ديالي في الدهون. الدهون الصحيه اولا وقبل كل شيء مهمه جدا. علاش؟ حيت هي اللي كتحافظ لك على التوازن ديال الهرمونات ديالك في الذات.
دابا هذا الجسم اللي عطانا الله عز وجل راه ماشين فيها بزاف ديال لي ديبارتمون خدامين، وكل ديبارتمون ولا كل فرع كيسقي الفرع الاخر. يعني الا ما كانش هذا الفرع مزيان، الفرع اللي وراه غيتاثر واللي وراه غيتاثر وكلشي غادي يتاثر ليك. كيفاش؟ باش انا هرمونات يبقاو في واحد التوازن، الهرمونات اللي عندهم علاقه بالجوع بحال الجريلين والليبتين، الهرمونات اللي عندهم علاقه بالسعاده بحال الاوكسيتوسين، الهرمونات اللي عندهم علاقه ساتيسفاكسيون بحال الدوبامين، الهرمونات اللي عندهم علاقه بالنشاط والسعاده والخوف بحال الادرينالين، هادو كلهم كاينين في المخ، كيتفرزوا عن طريق المخ. وهذا المخ باش يفرزهم بواحد الشكل اللي هو صحي ويوفرهم بواحد الطريقه اللي هي مزيانه، خاصني نكونسومي ليه الدهون. ضروري ما ندخل ليه الدهون الصحيه. اشنو كندير؟ عاوتاني كنرجع لنفس الكالكول. الدهون الصحيه ساهل باش توفرها. زيت العود احسن مصدر بالنسبه ليا. نشد سيدي غرام حتى الغرام ونص، ياك نمشيو حنا بالحساب ديال غرام لكل كيلوغرام. شحال غتعطينا؟ قلنا فيك 100 كيلو، هي برافو عليك 100 غرام. 100 غرام ديال الدهون الصحيه. الا بغينا نعرفوا السعرات الحراريه ديالها غنرجعوا لداكشي اللي قلنا في الاول. بروتين 4، الدهون شحال؟ 9. برافو عليك. 9 اذا ضربناها في 100 غتولي 900 كالوري. غنرجع ل 2300 اللي عندي وغنقص منها 900. شحال غادي تبقى ليا؟ غتبقى 1400. برافو عليك. ديك 1400 السعره الحراريه اللي غتبقى كلها غادي نكونسوميها سكريات. علاش؟ باش تعطيني الانرجي، شكون بيرفورمون صحيح، قادر نوقف، قادر نهضر، قادر نتحرك، كلشي هو هذاك. مزيان مزيان. هاد السكريات ما يكونوش سكر طبيعي بحال السنيده، ما يكونوش حلوى، ما يكونوش كيكات، ما يكونوش، لا، يكونوا اغذيه طبيعيه. علاش؟ حيت تقدر اخويا ولا اختي تشري كيكه ب3 دراهم وتلقى فيها في السعرات الحراريه ديالها بسبب داك السكر اللي زيدين فيها 520 كالوري، 730 كالوري، 800 كالوري، 1000 كالوري. انت شحال بقالك؟ بقالك غير 1400. يعني خاصك واحد الاستهلاك رشيد، خاصك تكون ذكي، ما تحركش الكالوريز ديالك كاملين في واحد السناك ولا في واحد الوجبه اللي خاويه ما فيها والو، تقدر تسرطان مشات بحال ما عمرها ما كانت. لا، نكونسومي ديك ال 1400 شي حاجه اللي هي غتخليني اول حاجه شبعان، حيت كل ما كانت معدتك شبعانه المخ كيبقى يوصل واحد الميساج ديال الشبع، اوتوماتيكمون ما كتبقاش تشهى وما كتبقاش تبغي الحلاوه وما كتبقاش تبغي غير تاكل وتعمر. ياك؟ ثاني حاجه، الجسم ديالك كيستافد من الالياف، كيستافد من الفيتامينات، كيستافد من المعادن. الالياف الغذائيه اللي كاينين في الخضر وفي بعض الفواكه وفي بعض الحبوب كتاخر لك الهضم. اول حاجه درتيها كليتي واحد الماكله كتخليك تحس براسك شبعان. ثاني حاجه ما كتهضمش لك دغيا، كتطول في كرشك، اوتوماتيكمون الشبع كيكون اكثر. وثالث حاجه، ملي الجسم ديالك كتدخل ليه دوك الالياف الغذائيه، المصارن ديالك اللي هما في الاصل جهاز مناعي وعصبي قبل ما يكون هضمي كيكونوا في الطوب، في الحاله الطوب ديالهم. مازال غندير لكم فيديو على الامعاء، حيت بزاف ديال الناس كيصحاب لهم بلي الامعاء جهاز هضمي. لا، الامعاء ديالك، المصران ديالك بالاخص المصران الرقيق اللي هو صغير، جهاز مناعي وعصبي قبل ما يكون هضمي. نعطيكم اكزومبل بسيط. ملي كتخلع اش كيوقع لك؟ كي تخلعت وطاحت عليا الكرش ولا فرحت وطاحت عليا الكرش، اشنو العلاقه؟ فوالا، يعني راه المصران ديالك جهاز عصبي وجهاز مناعي قبل ما يكون جهاز هضمي. وهذا الجهاز الهضمي اللي حنا كناخذوه كجهاز هضمي اللي ما كنتهلاوش فيه، الجهاز المناعي والجهاز العصبي كيتاثروا حتى هما. راه قلت لكم راه دي ديبارتمون، شي كيكب عند شي. الا ما تهليتيش في هذا كلشي غادي يتاثر. مصارنك راهم مهمين جدا، يعني داكشي اللي كتكونسومي وكتاكلوا وكتدخلوا ليهم راه كيأثر عليهم، لا هما لا المعده. داكشي علاش قلنا حنايا المصدر ديال السكريات يكون طبيعي، ويكون حبذا لو انه يكون طاغي عليه اللون الخضر بزاف ويكون طاغي عليه اللون القهوي بزاف. مثال الخضر الخضراء كلها مزيانه، ما كنقولوش بان البطاطا خايبه، لا، ولكن البطاطا فيها السعرات الحراريه شويه طالعه، خصنا نراقبوها. البطاطا حلوه كذلك، كل شيء تقدر تاكله، غير هو المراقبه والحساب. نحسب
مازال من بعد غندير لكم فيديو فين نعلمك كيفاش تحسب السعرات الحراريه ديال كل غذاء. دابا غندوزو للقمح. القمح مهم جدا للانسان. خليني من الناس اللي عندهم حساسيه القمح، كنتمنى لهم الشفاء من عند الله عز وجل. حنا كندوي على انسان عادي كياكل الخبز ديال القمح ما كيضروش. الخبز ماشي هو العدو اللدود ديالك، حيت بزاف الناس كنسمعهم في الانترنت كيقول لك قطع الخبز والسكر غتولي بخير وغتضعف. نو، هاد المقاربه الفقدان الوزن ولا الفعل الاشياء شي في حياتك، نخرج واحد شويه في حياتك، ما تكونش عندك يا بيض يا كحل. ضروري من المنطقه الرماديه، ضروري من المنطقه الرماديه. غير هو خاصك تكون ذكي، تعرف كيفاش تجيري في هذه المنطقه الرماديه. ملي كنقولوا الخبز كندوي على الخبز اللي معجون 100% بالقمح. الا كان معجون بخميره اللي هي بلديه يكون اروع. الخبز اللي كنيفيتيوه هو الخبز اللي معجون بدقيق ولا سميد معالج، بروسيست كتسمى بالانجليزيه. وقعوا عليه تعديلات، نزعوا منه شي حوايج، حيدوا منه شي حوايج اللي ما غاديش يخليهم يديروا به داكشي اللي بغاو. واضح؟ حنا مغاربه الحمد لله عندنا القمح، عندنا المطاحين. سير اخويا كيا العبره، جيبها الماين الدار يبقاو يعجنوا بها الخبز. وداك الخبز ديال القمح حتى هو تحسب ليه السعرات الحراريه ديالو وتاكلو، ما فيها حتى شي مشكل. حيت شحال من واحد كيقول لك يعطيك واحد القاعده اللي هي عامه. علاش؟ حيت ما كيبغيوش ياخذوا هذا الوقت اللي خديته انا باش يشرح لك اشنو كاين. خذ اخويا الخبز ديال القمح اللي معجون بالقمح 100%، ما يكونش داخل معاه فورس، معجون بالقمح 100%، وكل مع راساتك. حسب الاحتياج ديالك، قسمو ودير واحد شويه تعطيه للخبز، ماشي تقطع كلشي من الجدر. السكر كذلك، كتشرب قهوه مع الصباح، راه واحد المعالقه ولا جوج معالق ديال السنيد راه ما يقتلوكش. راه هذيك الفكره اللي مخوضه على السكر انت كتكون صحيحه ملي كتكون انت كتكونسومي بواحد الكميات كبيره. مثال، فقتي مع الصباح، كبيتي مثلا نعطيو فطور ديال الوليد في هذه الوقيته هذه، كيشرب الحليب، كدير ليه ماماه فيه نسكويك، داك الشكلاط اللي كيتخلط مع الحليب، ولا كوبين، هذاك 70% منه سكر. هو المصيبه الاولى. فاش كتصاوب ليه مثلا كتصاوب ليه خبيز، هذاك الخبز قليل فين كيكون مصاوب بالقمح، قليل فين كيكون طبيعي. كتلقى الخبز ديال الزنقه ولا الخبز ديال داك الطوست اللي كيتباع في في لي سوبر مارشي، في الحوانت، داك المصيبه الكحله، شبعان مواد كيميائيه باش يبقى في هذيك الحاله ما يتخسر ما يوقع ليه والو. كدهن ليه فيه يا اما فرماج داك المثلث اللي هو اصلا ماشي فرماج، ما فيهش نقطه ديال الحليب، وسيروا قلبوا البواطه وقراوها، راه ما فيهش نقطه ديال الحليب، باش تكونوا فاهمين. داكشي كامل راه كيكتبوها غير ما كتقراوهاش. تحضيرات جبن. شنو هي تحضيرات جبن؟ شدينا واحد المواد كيميائيه، واش كاينه الطبيعيه ولا الطبيعي؟ فهادشي كامل هو الماء. انا بالنسبه ليا الطبيعي فهادشي كامل كيكون هو الماء. عجننا داكشي، قادينا صوبنا بمثلثات، درنا فيهم النكهه ديال الفرماج، وبقينا كنعطيو لبنادم وكنقولوا ليه فرماج. هذاك ماشي فرماج، هذاك تحضيرات جبن مصوبه بمواد وما فيهاش نقطه ديال الحليب، الحليب الطبيعي. كدير ليه اسيدي داك الفرماج، وكدير ليه الكوفيتير ولا الكونفيتور كيف ما كيقولوا ليه بالفرنسيه. هذاك الكوفيتير حتى هو قنبوله ديال السكر، ياك؟ كياكل داكشي وبيمو ولا شي عصير صغيور، داك كيدي ولا داك بستان صغيورين، هذاك حتى هو قنبوله ديال السكر. ملي داك الدري كياكل داك الفطور، ما كيجي فين يكمل الفطور، كتلقاه اول حاجه كونسوم واحد 1500 ولا 2000 سعره حراريه. هذه الاولى. هادشي قلنا غير فرماج وكونفيتور. اما الا كان ياكل ديك نوتيلا، مصيبه اجدر. هذيك نوتيلا مصيبه، قنبله ديال الزيت الروميه وقنبله ديال السكر وشويه ديال الكاكاو. من مورا ما كيكونسومي سيدي هذا الفطور، كتلقاه دخل واحد 1500 ولا 2000 سعره حراريه، و او ميم طون دخل واحد 100 غرام ولا 200 150 غرام ديال السكر سنيده نت. تخيل انت شديتي واحد الوليد وخويتي ليه في شي كاس ولا في شي جبانيه 150 غرام ديال السنيده وعطيتيها ليه ياكلها. نفس الشيء بتاتا، غير هي مخبيه في اقنعه. شنو هما دوك الاقنعه؟ هما دوك البرودويات. 30 غرام هنا، 20 غرام هنا، 50 غرام هنا، 70 غرام هنا، بوم، ها هو ولات 150 غرام. وراه هذا غير الفطور. كيجي الغدا كذلك، كتلقى ماكله عامره بالسكر. كيجي الكوتي ملي كيمشيو ولاد المدرسه صيفطين معاهم والدين من الكوتي، اشنو فيه؟ ميروندينا ودانون، ميروندينا اوريبي. هادشي حتى هو قنبله ديال السكر. كيولي داك الوليد
مينيموم واكل في النهار واحد 500 غرام ديال السكر ولا 400 غرام ديال السكر. وهذا المثال كينطبق حتى على الكبار، حيت هما كيكون عندهم تقريبا نفس التصرفات ونفس النظام الغذائي. واش انت كتكونسومي هاد الكميات الهائله من السكر، وبطبيعه الحال ما غيأذيك، غتكون عندك لانفلاماسيون، غيكون عندك العظام ضارينك، وغتكون عندك داك الضبابيه في الدماغ ديالك، وغيكون عندك الجوع المستمر، وغيكون عندك الانرجي ديما عيان ديما مسخسخ. راه الجسم راه سبحان الله، راه لا اله الا الله، راه ما نكذبش عليكم، هذاك الشيء صادم ملي كتعلم عليه ديال بصح كيفاش داير، راه صادم داك الشيء. في هذه الحاله السكر مؤذي، ولكن واحد نهارو كامل عنده غير 2 معالق ديال السكر صغيورين باش كيشرب قهوه، ولا 2 طوبات صغار ديال السكر باش كيشرب ديك اتاي، ديك الدكيكه ديال اتاي، فين هو الضرر؟ ما كاينش. كذلك الملحه راه مهمه جدا، وكيبقاو على بالهم قطع الملحه غتولي بخير. الله يهديك، واش عرفتي الصوديوم شحال مهم؟ الصوديوم والبوتاسيوم هما اكثر معادن مهمه للذات ديال الانسان. واش في خبارك الا ضرك راسك؟ جربوا هذه القضيه وردوا عليا. الا ضرك راسك، سير للكوزينه، عمر شي كاس ديال الماء ودير فيه واحد القريصه ولا 2 ديال الملحه، حرك الماء مزيان وشربو، جلس واحد شويه ديال الماء تهضم لك وشوف اش غيبقى ضرك راسك. الصوديوم اللي هو الكومبوزون ولا المكون اللي كاين وسط من الملحه مهم جدا للدوره الدمويه. اشنو المشكل اللي كيوقع؟ الناس ما كتنظموش، ما كتريغوليش، كتبقى مره تاكل ماكله مالحه، مره تاكل ماكله مسوسه. ملي انت كتبقى تطلع وتنزل كدير واحد لا بيرتورباسيون في الذات ديالك ديال الصوديوم، تما فين كدات الدوره الدمويه ديالك كتطلع وتنزل حتى هي. اما الا كنتي كدير واحد العبار محدد راه كتبقى بخير. الله يجعلك ما تكون تاكل 5 غرام ديال الملحه في النهار، 6 غرام 7 غرام غادي على واحد الفتره طويله ما تاديكش، ما تاديكش. الطباء علاش يقولوا للناس قطع الملحه؟ باش كيخوي بحال قلتي، كيعطيه هذيك قطعها برا تبرا، حيت عارف هذا ما غيداش يعبر لك الملحه هنا ويعبر لك الملحه هنا ويعبر لك الملحه هنا، داك الشيء حيدها من الاخر وتهنى. ولكن هي راه مهمه جدا. البوتاسيوم كذلك واحد المعدن اللي هو مهم جدا. لما كانش عندك راه القلب ديالك كيجيك فيه كلاكاج وتموت، حيت القلب عضله، والقلب واحد العضله اللي كتحتاج البوتاسيوم بزاف. علاش الناس مساكن اللي يكونوا مرضين بالقلب كيكونوا يشريو واحد السيرو ديال البوتاسيوم كيشربوه باش يبقى ديما البوتاسيوم في الذات ديالهم طالع، باش القلب ديالهم ما يتسيرش ويجي شي كلاكاج، حيت عضله تا هو ويولي ميت. متفقين؟ نرجعوا للنظام الغذائي. قلنا سيدي ناكل اغذيه اللي هي طبيعيه، ناكل القمح، ناكل كل شيء. دابا السؤال اللي بدينا به الفيديو، واش السعرات الحراريه اللي هي الفاكتور رقم واحد ولا العامل رقم واحد في انقاص الوزن ولا فقدان الوزن، ولا الاكل الصحي؟ الجواب هو بجوج، ولكن قبل خاصنا نشرحوا واحد القضيه باش نفهموا علاش قلنا بحال هكا. حيت بزاف ديال الناس كيقول لك قطع الماكله ديال الزنقه، قطع الفاست فود، قطع هادي، قطع الحلوى، قطع حلوه لاكريم، قطع، راه غادي تضعف. اييه ولا علاش؟ حيت انت ما عندكش واحد الكونترول على السعرات الحراريه اللي كتكونسوميها. مثال، عندك 2700 سعره حراريه كيف ما عطينا في البدايه. الا كونسوميتي 2000 مثلا 3000 سعره حراريه كامله غير خضره غادي تزاد في الوزن. الا كونسوميتي 3500 سعره حراريه كلها غير اللحوم ولا البروتينات غتزاد في الوزن. وكذلك هو مثال، الا كونسوميتي 2000 سعره حراريه بالفاست فود غتنقص من الوزن. حيت السؤال ماشي في نوع الاغذيه، الجسم ديالك ما كيعرفش هذا فاست فود وهذا ماكله صحيه. شنو الفرق اللي بيناتهم؟ واحد الماكله فيها مواد كيميائيه وواحد الماكله ما فيهاش. واحد الماكله كتاكلها ما كتضركش، ساهل على الجسم ديالك باش يهضمها، هي الطبيعي ديالو، هي اللي الله عز وجل خلق ليه باش يعيش. واحد الماكله زايدين فيها مواد كيميائيه، ملي كتكونسوميها الجسم ديالك كيتلف، ما كيعرف ما يدير معاها، كتبدا تادي فيه. اما راه بجوجهم بالنسبه ليه انرجي. عطيتيني رقم طالع غادي نغلاض لك، عطيتيني رقم هابط غادي نضعف لك. هذا هو السؤال. اما باش يقول لك قطع طاكوس، حيد لاصوص، اسمح لي كتحسب السعرات الحراريه ديالك، الله يجعلك ما تفطر طاكوس وتغدى به وتعشى به، بوان فينال غضعاف. ما كنتيش كتحسب السعرات الحراريه ديالك، الله يجعلك ما تبقى تغزز في خيزو من الصباح حتى الليل، غتزاد، بوان فينال. هذا هو السكري وهذا هو السر اللي بزاف ديال الناس ما كيشرحوهش بهذه الطريقه وما كيوريوش الناس بهذه الطريقه. عطيتيه بزاف غيزيد، نقصتي ليه غينقص.
صافي. اما باش الانسان يبقى يكونسومي في الماكله اللي هي فاست فود ولا الماكله اللي هي مصنعه، لا ما ننصحوش. حيت علاش؟ اغلب الاوقات كتكون طالعه في السعرات الحراريه وغتخربق لك الحساب وغتخليك مخربق وكتكون حتى في الفوليوم ديالها، في الحجم ديالها صغيره ما كبيراش. غتقدر مثلا تكونسومي الدلاح وبطاطا حلوه وشويه ديال الروز والدجاج والخضيره صوتي، وتكومباري هادشي كامل مع تاكوس ولا مع جوج ديال الفوريات عامرين ولا مع همبرجر. واضح؟ حيت داكشي معالج، فيه بزاف ديال المواد، زيدن عليه محسنات المذاق، زيدن عليه دوك المواد الكيميائيه اللي كتدمج ما بين الاغذيه. مثلا داك العصير اللي كنشريوه في الزنقه، راه باش يبقى بحال هكاك خاتر ومجموع عليهم ما يتفرقش كله، راه كيديروا ليه مواد كيميائيه كتبقى شاده، كيتسموا بايندرز بالانجليزيه، مواد كيميائيه اللي كتجمع كاع دوك لي كومبوزون اللي كاينين تما. الا مشى داك البايندر اللي كاين ولا ديك الماده الكيميائيه اللي كتجمع داك الشيء حتى تبيريمات ولا ماتت، هي فاش كتبغي تخوي الحاجه كتلقى كيخرج لك الماء طرف ديال شي حاجه، شويه تلعب ثاني ما اخر، شويه الوان. هادشي علاش؟ وانت من الاحسن ايفيتي. شوف باش نقول لك قطع من الجدر راه ما يمكنش، كاينين الناس اللي بحال هكا، ولكن راه الذات كتشتهي شي حوايج بعض المرات، ما يكونش داك الشيء متكرر. مره مره ماشي مشكل، ما غاديش يكون واحد الضرر كبير على الصحه ديالك، ولكن بصفه مستمره لا، بعد منه. وهذا الشيء راه كندوي لكم ماشي غير على همبرجر وطاكوس، حيت دابا بزاف الناس في الساكن كيقول لك وكناكلوها ماكله الدار. والشريفه راه هذاك الطاجين باش انت مطيباه راه بزيت روميه، وتعرفتي ديك الزيت الروميه هذيك راه ماشي ديال الاستهلاك البشري اصلا، ماشي ديال الاستهلاك البشري، هذيك راه ديرها في الماكينه وما غتخسرش الماكينه. واش انسان كياكل واحد الحاجه ويديرها في اله ما تخسرهاش؟ راه كيبدا يدخل لك شكوك. هذيك راه ديرها في الطوموبيله، في بلاصه الزيت ديال الطوموبيله تقدر ما تخسرش الطوموبيله. علاش؟ حيت ماده كيميائيه. راه كيشدوا هذاك الصوجا ويشدوا الكولزا ويشدوا داك نوار الشمس وكيعرضوهم لدرجات عاليه ديال الحراره ولا بريسيون لي ماشين والروينه كحله، ويعصروا داكشي باش يخرجوا لك انت هذاك الزيت. باين العربون. ولا كيمشيو يشريو مارغارين والكوفيتير في راس الشهر، شارين بواط ديال المارغرين زبده قدا شنو هي وقرع كبير ديال الكوفيتير، وكتعجن لهم الخبز بالحرش وفورس ويقادوا داك الشيء ويقول لك واه كياكلوا ماكله الدار. ماشي ماكله الدار، هادوك الدراري الفطور اللي كيفطروا بحال داك الشيء اللي في الزنقه. بوان فينال، ماكله الدار خبز ديال القمح مع زبده بلديه مع زيت العود مع بيضات مسلوقين. اييه هذه ماكله الدار. اما هادشي هذا راه ماشي ماكله الدار، هادشي راه كامل تا هو عامر مواد كيميائيه ومصنع، والسعرات الحراريه فيه طالعه. ملي كتكونسوميه صافي كتقدر ما بين الفطور، في الفطور كتضرب اكثر من النص ديال الاحتياج ديالك، وعاد حنايا راه الغداء الكوتي وها العشاء. داكشي علاش الانسان كيترتب، ما كاين لا حركه لا والو، جالسين في الدار، ما غيأثر داكشي بطبيعه الحال غيأثر. واضح؟ نديرو واحد المراجعه خفيفه. قلنا اول حاجه نعبر راسي في الصباح على معده خاويه ونكون داير الطواليت ديالي بجوج من الاحسن. ثاني حاجه ندخل الوزن في الموقع ولا في الابليكاسيون وندخل المعلومات ديالي باش يعطيني السعرات الحراريه اللي غنحتاج كل نهار. ثالث حاجه نقسم داك الشيء على السعرات الحراريه اللي عندي ونحاول ما امكن ما نخرجش على الحد. رابع حاجه نحاول نلتزم باغذيه طبيعيه اللي خلق الله عز وجل، ما معدله ما مصنعه ما زيدين فيها حتى شي حاجه. هذا هو السكري. واخر حاجه فاش نتعبر كل نهار وفي الاخر ديال كل سيمانه نجمع داك الشيء نقسم على 7 وهذاك هو المتوسط، ونبقى غادي في هذه الحلقه ايطاب باغ ايطاب. الله يجعلك ما دير عجز ديال السعرات غير ديال 200. انت خاصك تاكل 2700 كل 2500 نقصها 200 ما تحسش بها شي احساس كبير، وبقى غادي مع الاستمراريه غتوصل واحد الوقيته غتلقى راسك في لاطاي اللي بغيتي، وحياتك والكاليتي دو في جوده العيش ديالك غتحسن بزاف. علاش؟ حيت الجسم ديالك كتبدا تعطيه فرصه فين بدا يصلح راسو. فيديوهات اخرى غندير لكم على هرمون النمو اللي هو كيتسمى الجي اش، وعلى النعاس وعلى الصيام وعلى بزاف اوتوفاجي وبزاف د الحوايج. دابا التزموا غير بالاساسيات نتعلموهم بعد. كنتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما نكونش طولت عليكم. خليوا لي في لي كومونتير المواضيع اللي بغيتوني ندوي لكم عليهم. الا عندكم شي راي ولا عندكم شي فكره ولا اي حاجه شاركوها معنا، حيت حنا هنا كاملين كنتعلموا بعضياتنا. نشوفكم ان شاء الله بالف خير والسلام.